مساء الخير على الجميع. مليون مبروك للنادي الأهلي. فوزه النهارده في افتتاحية مجموعات دوري أبطال أفريقيا على نادي شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، حيث لقن النادي الأهلي نادي الشبيبة درسا كرويا صعبا لن ينساه في مباراة أنا شايفها هي أفضل وأمتع مباراة للنادي الأهلي هذا الموسم. وأنا قلت لك من البداية بطولة السوبر هي المفتاح، هي مش بطولة بس انت كسبتها من المنافس التقليدي او من المنافس الصعب من نادي الزمالك، لا ده لسه اثرها وايجابياتها هتنعكس عليك الفترة اللي جاية ككل. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ ايه اللي وصلك دلوقتي ان انت تلعب مباراة انت شايف النادي الاهلي قدم فيها كل شيء، ضيع فرص بالجملة زي ما انت عايز تقول قول، وفي النهاية سجل 4 اهداف؟ 4 اهداف. ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ اقول لك المدرب. اقول لك في مدرب فاهم وعارف وعايز ايه من الماتش، قاري الماتش كويس. وانا قلت لك ياستروب من الشخصيات القويه جدا، مدرب عنده شخصيه قويه جدا. سيبك من هدوءه لا لا لا، هدوء غير مطمئن. ياستروب يعني لما بتشوفه بينفعل بيبقى خلاص كده، اعرف ان كده غضبان جدا. لما تشوف ياستروب منفعل اعرف ان هو غضبان، ان في حاجه بتحصل مش عاجباه. وياستروب من الشخصيات العنيده، مش شخصيات اللي هي حابه اللعيبه اللي تنفذ فكرها، مش الاسماء الكبيره. مهما يكن اسم اللاعب هو عايز اللعيب اللي ينفذ خطته وفكره. هو ما بيغيرش اسماء بقدر ما بيغير الخطه اللي بتتناسب مع الماتش. شفنا هي دي نفس اللعيبه اللي بدأت الموسم بأداء سيء وأداء غير مقبول وأداء مترنح وكوارث في خط الدفاع وفرص بالجملة وتعادلات مع فرق، يعني مع كامل الاحترام وكامل التقدير للفرق دي انت ما تستحقش تتعادل معاها، او هم ما يستحقوش يتعادلوا معاك، سواء انت كنت بادئ بالتسجيل او هم. ولكن كمية الفرص والاشياء السلبية اللي شفناها في بداية الموسم، هي نفس اللعيبة دي هي النهاردة اللي انت جاي تقول عليها قدموا مباراة في غاية المتعة وفي غاية الروعة، يمكن من افضل المباريات اللي انا شفتها للنادي الاهلي الموسم ده. اداء، روح، رجولة، توازن. النادي الاهلي شوط وشوط، كنا متعودين ان احنا نشوف النادي الاهلي الشوط الاولاني جيد ويرتقي الى الجيد جدا، ولكن الشوط الثاني العامل البدني وكل حاجه بتقل وبنشوف نادي اهلي مختلف تماما. النهارده لا، شفنا النادي الاهلي بتاع الشوط الاولاني هو النادي الاهلي بتاع الشوط الثاني مع اختلاف بعض الاشياء، لان طبعا العامل البدني لازم هيتاثر. مفيش فريق يقدر يضغط ال 90 دقيقة، استحالة مهما يكن اللي عنده من اللياقة البدنية أو مخزون اللياقة البدنية، صدقني صعبة جدا، مش هيقدر يكمل ال 90 دقيقة. ولكن في توازن، كان في توازن، كان في برضه ضياع للفرص، ولكن برضه كان في إحراز الأهداف. وتريزيجيه برضه يعني الميزة الغريبة اللي في تريزيجيه ضياع الفرص السهلة. يعني تريزيجيه النهارده هو جاب جونين، عمل اللي عليه، جاب جونين وكل حاجه، والجونين حدث ولا حرج، جونين جمال جدا جمال جدا. ولكن ضياع الفرص السهله بقت شيء غريب. انا مش عارف ليه يا تريزيجيه الفرص السهله بتضيع والفرص اللي احنا شايفينها صعبه بتخش. هي حاله وظاهره تستحق الدراسه. ولكن في المجمل تريزيجيه النهارده قدم مباراه كويسه جدا، وان كان الماتش اتعقرب او حصل حاجه النهارده كان تريزيجيه هيطلع مسرح وكان هيشيل الليله بسبب الكور السهله اللي ضيعها في الشوط الاول. ولكن في المجمل النادي الاهلي قدم مباراه، يعني انا شايفها من وجهة نظري مباراة كويسة جدا، مباراة خططية من الطراز الرفيع، من الطراز العالي. يستروب كان قاري الماتش كويس. يستروب مدرب كبير يا جماعه، سيبك بقى من شويه يعني مش عايز اشتم ولا اي حاجه، اللي بيقول لك ايه جايبين مدرب بياخد 3 مليون و4 مليون. يا عم ما ياخد يا عم، اذا كان هيقدم لي الاداء ده وهيجيب لي البطولات دي ياخد اللي هو عايزه. ما هو في حاجه، في مقابل حاجه، مقابل حاجه. انا بديله فلوس، الراجل بيديني بطولات واداء وكل حاجه. طيب ما هو هي دي كره القدم، هي ديت اللي قايم عليها كره القدم، حاجه مقابل حاجه، تديني واديك، الفعل ورد الفعل، المقابل. الراجل طبعا شوف شكل الفريق متغير تماما، مع هي نفس اللعيبه مفيش اي تغييرات،
مفيش اي حاجه، هي نفس اللعيبه دي اتغيرت تماما للعيبه في روح، في انسجام، في خطه، في كل حاجه، في كل حاجه النهارده شفتها في مباراه كانت ممتعه، ممتعه بجد. ولكن انا عايز اقول لك حاجه بسيطه جدا. النهارده النهارده كابتن محمد الشناوي، يعني اظن آن الاوان ان شوبير ياخد فرصه بجد والله. يعني انا من عشاق الشناوي. طبعا ما فيش اي حد اهلاوي يختلف على الشناوي، ولكن الشناوي محتاج يقعد شويه. الشناوي محتاج يقعد شويه ويقعد فتره، مش مباراه او اتنين، لا، يقعد فتره اطول. شوبير يستحق ياخد الفرصه. شوبير النهارده كان له انقاذ، كان ممكن يقلب الماتش. الكوره اللي صدها شوبير دي لو دخلت كان الماتش ممكن يروح في حته تانية ويتعقرب، والفريق الجزائري ترجع له معنويات تاني والدنيا تتقلب. ولكن شوبير فعلا بيثبت ان هو يعني عنده حسن الظن دايما. دايما لما تحتاجه هتلاقيه. وان الاوان ان شوبير ياخد فرصه. الشناوي مستواه في الفتره الاخيره مهزوز، خلينا نكون متفقين في كل حاجه. حتى الجون اللي اتلغى لنادي الزمالك الكره بتاعت الشناوي. الكره كنا خلصنا بقى من الموال الازرق بتاع جماهير نادي الزمالك والبلاوي السوداء اللي عملوها، والحكم ووصلوا ان هم قال لك ان الحكم ده مرتشي، وان النادي الاهلي ربطوها والله بحاجات كده انا لو قلتها لك مش هتتخيلها. ولكن هي كرة الشناوي. الشناوي بقى طلوعه متاخر جدا، طلوعه في معظم الفترات بقى خاطئ جدا، لازم يقعد شويه. اظن شوبير من حقه ياخد فرصه الفتره الجايه. اليو ديانج، اليو ديانج وما ادراك ما اليو ديانج. النهارده شفت لاعب ماسك نص الملعب لوحده مع فريق بيلعب كوره. نادي شبيبه القبائل الجزائري ده نادي كويس. سيبك من الجماعه اللي هيطلع يقول لك ايه، ادي الفرق واخد بيلعب في دوري ابطال افريقيا وشال اربعه. يعني انت نفسك ما وصلتش لدوري ابطال افريقيا علشان انت تطلع تتكلم، لما توصل نبقى نتكلم. فسيبك من اللي هيطلع يقلل من حجم او من فريق بحجم فريق شبيبه القبائل. فريق بيعرف يلعب كوره لحد يمكن الدقيقه 30 كان مجاري النادي الاهلي. صحيح النادي الاهلي كان المسيطر بس برضه فريق قدر يمتص يعني الحماس بتاع الجماهير في اول نص ساعه ويجاري النادي الاهلي. راح بكور برضه على الشناوي. صحيح ما شفناش ليهم هجمات يعني خطره باستثناء كوره او اتنين، ولكن هو فريق مرتب وفريق منظم، ويكفي ان هو بيلعب في دوري الابطال اللي الناس التانية مش قادرة توصل لها، وهيطلعوا يقللوا من دوري الأبطال وهيتغنوا بالكونفدرالية كالعادة. يعني مفيش أي مشكلة. وهنشوف برضو الإعلامي ده هيطلع يقول لك لا لا الكونفدرالية أحسن، والمفروض الكونفدرالية هي اللي تأهل السنة دي بقى لكأس العالم للأندية، أو زي ما كان بيقول أخونا التاني ده اللي فاز بالسوبر الإفريقي هو اللي يتأهل على طول لكأس العالم الأندية. يعني دول عايشين في مات البطيخ ملناش علاقة بيهم دلوقتي، هنجيلهم في وقتهم. ولكن زي ما قلت لك الشناوي يقعد شوية. اليو ديانج يعني بصراحة ما شاء الله دبابة في وسط الملعب، قدر يسيطر على وسط الملعب لوحده. الحرية كانت كتير قوي لمروان عطية اللي قدم برضو مباراة هايلة جدا. وإمام عاشور، إمام عاشور عودا حميدا يا إمام. يعني هي الكورة حباه، الكورة حباه. تخيل راجل بعيد عن الملاعب وربنا يبتليه بمرض زي ده، وياخد فترة طويلة عشان إعداد وبرامج تأهيل وكل حاجة، وينزل من شوطة غير متوقعة الحارس يدخلها في نفسه علشان يرفع من روحه المعنوية. تخيل انت يعني علاقتك ايه بربنا يا امام. والله يعني دي حاجة صعب جدا تلاقي التوفيق ده لما يكون العلاقة بين العبد والرب كويسة جدا. هي طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، ولكن هو في حاجة يعني ان انت ترجع بعد ده كله وتسجل جول مش متوقع اساسا. يعني كرة كانت رايحة بره غيرت اتجاهها والحارس دخلها وكملها. ف ما شاء الله يعني مباراة كانت في غاية الروعة. نتمنى نكمل على كده. نتمنى نشوف الفترة الجاية استغلال للفرص ديت، ويا ريت بقى مهاجم بيستغل نص الفرصة مهما تدفع فيه انت الكسبان. مباراة معقربة، مباراة ممكن تخلص بنص فرصة، انت لسه هتدخل في الصعب بعد كده. لازم يكون محضر مهاجم يقدر يستغل انصاف الفرص. مليون مبروك للنادي الاهلي. سلام عليكم.